السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وما ننساش نستغفر ربنا كتير ونذكر ربنا وندعي ربنا كتير، وما ننساش لا حول ولا قوة إلا بالله ولا إله إلا الله والله أكبر. خلي لسانكم كده دايم بالذكر. وكمان قبل ما نبدأ الفيديو النهاردة لازم يعني ما ننساش ندعي لإخواننا في فلسطين وفي غزة، ربنا ينصرهم على أعدائهم يا رب، وينصر كل المسلمين المستضعفين في كل بقاع الأرض يا رب. ربنا يا رب يغفر لنا تقصيرنا في حقهم، ويعني احنا لا نملك لهم إلا الدعاء. ربنا يا رب يتقبل منا يا رب دعانا، وينصرهم يا رب، ويغفر لهم ويغفر لنا يا رب، ويتقبل شهدائهم يا رب، اللهم آمين. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بقى، وابدأوا بقى معايا الفيديو كده. قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت اللي ما اشتركتش في القناة بتاعتي تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل الوصفات والفيديوهات بتاعتي و... ولو عجبكم الفيديو يا ريت تدعموني باللايك. الفيديو النهارده هنعمل محشي بدنجان ومحشي كوسه. زي ما انتم شايفين الخلطه بتاعت المحشي وعليها الرز، وسايبه كده ايه جزء من الخضره الفريش اللي انا لسه هحطها قبل المحشي على طول. الخلطة بتاعت المحشي انا عملتها كتير في فيديوهات تانية قبل كده، هنزل لكم الفيديو في التعليقات. انا عندي الخلطة بتاعت المحشي حط لها بقى شبت وكزبرة وبقدونس، وسبت جزء كده منهم ابقى احطه فريش ساعة لما اجي احطه، يعني سايبه منهم جزء لسه فريش كده قبل ما ينزل ايه في الخلطة بتاعت المحشي على النار. بحط جزء وبسيب جزء. المهم انا بعرفكم ان انا هنا معايا هحشي بدنجان وهحشي كوسه. اول حاجه الصينيه القمر اللي انتوا شايفينها قدامكم دي اول مره استخدمها، جديده لسه جديده خالص، يعني اول مره استخدمها. الصينيه دي جميله جدا، هي الومنيوم بس الالومنيوم بتاعها نظيف ونقي وجميله جدا ما شاء الله، محمله كده وحلوه. وكمان هي جميله بالغطا، تعتبر زي ما يكون مثلا يعني طاجن كده الومنيوم بيدخل الفرن. ممكن اعمل فيه بقى تورلي او بطاطس باللحمه، آه يعني بطاطس بالفراخ، اي خضار ممكن اعمله فيها لانها بالغطا، فهتحبس البخار جواها وتستوي. بعد كده اشيل الغطا ياخد الوش الحاجه اللي معايا. انا هعمل فيها النهارده ايه، انا كنت اعمل فيها محشي مشكل بس قلت لا اخلي كل حاجه لوحدها، فخلاص استقريت في الفيديو ده على ان هعمل الكوسه في الصينيه دي وهعمل البدنجان في حله تانية كده جانبيه يعني. والله انا على استحياء جدا ان انا اتكلم في فيديو فيه وصفات طبخ واكل وكده، واخواننا في غزة وفلسطين عندهم حرب وبيموتوا وبيستشهدوا، وعندهم يعني في ناس مش لاقيه لا تاكل ولا ناس لاقيه مكان تقعد فيه. بس والله غصب فعلا، يعني سبحان الله يا رب، احنا لا نملك لهم الا الدعاء. بس طبيعي ان انا كده كده هنزل طبيعي ان احنا هنعمل وصفات وهنطبخ وكل حاجة. ف معلش بقى ان شاء الله ربنا يا رب يعني يسامحنا على تقصيرنا. يا ريت ندعي لهم كتير كتير خالص، وربنا يتقبل دعانا. والله فعلا سامحوني، انا فعلا مش عارفة اتكلم من الاحداث اللي احنا بنشوفها الفترة ديت، حاجة كده يعني يعني توجع القلب بصراحة، يعني حاجة تدمي القلوب والله. فربنا يا رب يتقبل منا يا رب دعانا ويكرمهم يا رب كده، ويا رب يرزقهم بجند من عنده يا رب كده ان شاء الله، وينصرهم يا رب، ويحرر المسجد الأقصى يا رب، ويرزقنا ان شاء الله صلاة فيه. فما تنسوش تدعم كتير خالص لهم، وحسبينهم بقى، يعني حسبي الله ونعم الوكيل كتير. ربنا يا رب يتقبل منا يا رب الدعاء. انا هرجع للفيديو بتاعي. انا هنا معايا كوسه، بس الكوسه بتاعتي كانت كبيره شويه لاني انا بحب الكوسه تبقى صغيره. اي نوع من المحاشي عموما بحب اعمله صغير كده ورفيع، بس ما لقيتش غير الكوسه دي اللي كانت قدامي، فجبتها وقلت برضو ايه هنتعامل، يعني الكوسيه الطويله قوي هنقسمها نصين، والكوسيه اللي حجمها متوسط عادي ممكن نسيبها ايه سليمه كده، فكل واحد يعمل بقى الحاجه اللي تليق له او تعجبه يعني.
انا هنا كنت بوصل لكم فكره ان انا لبست شنطه كده لبوله او طبق بلاستيك كده قدامي بغسل في الخضره مثلا او حاجه، بلبسه كده شنطه وابدا اقور فيه بدنجان كوسه اي حاجه، وبعد كده اخد الكيس زي ما هو بالحاجه اللي في قلبه اخدها ارميها في الباسكت او في الزباله على طول. ومعايا هنا بقى تاني حاجه حاطه يعني مثلا جايبه ميه جنبي، الكوسيه اللي اقورها على طول انزلها فيها. خدوا بالكم ان الكوسه بيبقى ساعات فيها رمل كده مش باين، يعني لازم تتغسل كويس جدا. وانا هنا مكان ما بقشرها انا ببشر لها القشره الخارجيه بتاعتها، بعملها كاني بقشرها كده، بس بالسكينه بتاعتي اللي هي المشرشره بتاعت المقوار. بعملها زجزاج كده نازل بميل. وبشيل الجزء الاخراني زي ما انتم شايفين، والجزء اللي قدام. وبعد كده بقى بقور الكوسيه بتاعتي، بتبقى نظيفه وجميله من بره، وفي نفس الوقت بتبقى شكلها حلو. المقوار اللي انا شغاله بيه ده جميل جدا، هو مقوار وفي نفس الوقت مبشره، بيساعد جدا في التقوير يعني. بشتغل بيساعد جدا في التقوير يعني. اكون كده بقور من جوه، وهو في نفس الوقت السكينه بتاعت المبشره بتاخد معايا، فبيخلص بسرعه جدا. زي ما انتوا شايفين انا هعمل معاكم واحدتين تلاتة، وبعد كده هكمل انا الجزء الباقي. وان شاء الله تابعوا معايا الفيديو، ان شاء الله الفيديو عجبكم. صلوا بقى على النبي صلى الله عليه وسلم كتير، واستغفروا ربنا. وما تنسوش الدعاء، وادعوا لي دعوة بظهر الغيب، ربنا يا رب يتقبل منا جميعا ويشفينا ويشفي مرضى المسلمين والمسلمات. انا بقول لكم ان الكوسه مش بنجيبها على الاخر خالص، بنحاول ان احنا نسيبها محمله حاجه بسيطه كده عشان ما تهريش مننا في السوا، وتستحمل درجه السوا بتاعتها. هفرش طبعا الارضيه بتاعت الصينيه بتاعتي او الحله بتاعتي ببصل وجزر وفلفل، بس انا قلت اقطع بصلتين كده حلقات وافرش بيها الارضيه بتاعتي. وزي ما انتم متعودين لازم بحط جزر حلقات، انا بحبه، بحس ان هو بيدي طعم مسكر كده للمحشي، وفي نفس الوقت ما بيترميش يعني بيتاكل عادي كأنه خضار سوتيه بس مستوي بطعم المحشي. انا ده الجزر اللي انا كنت مفرزاه معاكم، ببقى اعمل كده جزر حلقات بعينه في الفريزر، سواء بقى اعمل صينيه فيها وصفه محتاجه جزر، او للمحاشي عموما بحطها تحت ارضيه بعملها ارضيه كده للمحشي. الجزر ده انا كنت شارياه متهيألي ب3 جنيه، مش غالي يعني، دلوقتي الجزر ب30 جنيه. فساعات الحاجات اللي بتتفرز بتبقى مفيدة يعني في وقت انت بتبقي محتاجة. انا بطلع منه طول السنة على فكرة، يعني بشتغل بقى منه طول السنة، اقعد اخد منه طول ما اجي اعمل محشي، اخد منه بقى واحط في الارضية بتاعة المحشي واشتغل بيه. ده جميل جدا على فكرة، ما بيجرالوش اي حاجة. قرنين الفلفل دول بقى انا كنت هحشيهم هقطعهم حلقات، ورجعت قلت احشيهم منهم، هيدوا الطعم في المحشي، وفي نفس الوقت استفيد بيهم يعني محشي فلفل يعني. هو مش كتير وكان عندي فلفل احمر، بس قلت اكتفي بدول لان مثلا مش يعني مفيش حد بيحب عندنا الفلفل كتير. فانا قلت هحشيهم وخلاص واحطهم كده يعني يبقوا حاجه زياده يعني، مش هقطعه حلقات، تبقى يعني هحطهم في نص الطبق كده بشكلهم حلو. انا بقى هنا بقول لكم ان الكوسيه لو طويله انا بقسمها نصين، بقسم الكوسيه نصين عشان اطلع الكوسيه بتاعتي ما تبقاش كبيره قوي شكلها وحش. ف يعني انتوا بقى تعاملوا الكوسيه لو كبيره خلوها انتم شكلها كده يعني حلو، واقسموها نصين. عايزين تسيبوها طويله براحتكم، يعني دي حاجه ترجع لكم. المهم انا بقول لكم اني فعلا انا كنت تعبانه جدا والله، ومش قادره ان انا اعمل اي حاجه خالص، ومليش نفسي اصور فيديوهات. والله في وصفات كتير ما بصورها بسبب الاحداث اللي احنا بنتفرج عليها الفتره ديت. الواحد ملوش نفس والله يعمل اي فيديوهات ولا يعمل اي حاجه، ولكن احنا بنأمل او بنبتغي من ربنا ان ربنا يوسع ارزاقنا، وان شاء الله يعني يكون في سبب يعني ان احنا نقدر نساعدهم بيه ولو بجزء بسيط، يعني ربنا يوسع علينا يا رب. معايا هنا بقى الكوسه بتاعتي فرشتها في ارضي في الصينيه. جبت معايا معلقتين من الخلطه اللي انا كنت عاملاها في قلب الطاسه اللي انتوا شايفينها دي المربعه دي، انا عامله فيها الخلطه بتاعت المحشي. هسيب منها بقى كده معلقتين واخد عليهم شوربه
تكون سخنة مغلية، واحط الشوربة بتاعتي على الكوسة بتاخد ما يكملش قبل نص الصينية كده، عشان هي بتنزل مية كتير وبتستوي بيها مع الشوربة، عشان ما تعجنش معايا، فمبدلهاش يعني العقد بتاعها كبير او المقدار بتاع الشوربة كبير، لا ابدلها يا دوبك مقدار النص، وبعد كده هي بتستوي بتبقى جميلة جدا، وما غابتش في السوا بتبقى تحفة ما شاء الله اللهم بارك. انا هنا بعمل بقى معاكم محشي الفلفل والبدنجان. بصوا بقى، ده البدنجان برضو اللي انا كنت مفرزاه معاكم. انا بحب اشتغل في الحاجه تكون صغيره، البدنجان بتاعي صغير، بس انا بفرزه. لو انا سبته يفك من التفريز خالص مش هعرف احشيه، لازم يكون متفرز وابدا اشتغل فيه اهو زي ما انتوا شايفين انا بفكه كده متطبق، بفتحه بايدي وبدخل صباعي اعمله زي ما يكون اسطوانه مفرغه واحشيه على طول، ما استناش لما يلين، لو لين كده وفك من التفريز هيطرى وهيدوخني بقى في الحشو. هنا بقى انا كنت فرشت الصينيه التانية جزر وبصل وكده، لا انا المره دي فرشتها ايه بقى، عيدان البقدونس والشبت، حطيتها في الارضيه كده برضو بتبقى جميله جدا. لكم اختيارات بقى انتوا تحطوا اللي يعجبكم، ما شاء الله اللهم بارك، تحفه والله، مطلعه الحاجه طعمها جميل ولذيذ جدا جدا. انا مش عامله كتير، ده انا عامله هو يا دوبك كده طبق كبير بدنجان وطبق كوسه، قضانا يومين اتنين والله، يعني سبحان الله ربنا بيبارك يعني. ف يعني برضو مهما كان لازم نحاول نهتم باللي احنا معاهم ونعمل لهم كل اللي نفسهم فيه، لان هي الحياة لازم تستمر، يعني الحياة لازم تستمر، بس كل واحد باللي في ايده بقى، يعني نقدر نعمل حاجة ماشي، ما نقدرش ربنا ادانا رخصة ان احنا ندعي ربنا ويكون ان شاء الله سبب، يعني ربنا ينجيهم يا رب. هنا انا كنت طلعت محشي البدنجان، حطيت عليه معلقة من القشطة وسبته بقى يشمع في الاخر، بتدي طعم جميل جدا. دلوقتي بقى الطاسه اللي قدامكم دي انا بوريكم انا عامله فيها ايه. جبت بصلايه ناعمه فرمتها ناعم في الكبه، ومعاها طماطمايه، ومعاها قرن فلفل وفصين توم، وحطيت عليها ملح وفلفل وقرفه وجنزبيل وزعتر، وبعد كده قلبتهم حلو كويس جدا بمعلقتين زيت على الطاسه كده، اديت لهم تسويه كده. وفي الاخر انا اعمل ايه بقى، انا معايا فرخه هنا، الفرخه دي تعتبر نص سوا، مش مستويه، مش مستويه خالص، يعني مش كامل يعني. انا الخطوه دي ممكن اعملها في الفرخه وهي لسه نيه خالص، حتى ما فيش داعي لان احنا نسوي الخلطه دي، لا بقوم دعكه البصلايه كده بالفلفل بالملح، بالفلفل بالملح، واقوم في الاخر افرشها كده، ادعكها كده في الفرخه واحطها من جوه ومن تحت الجلد وجوه وكده. بس المره دي انا كنت عاوزه اعمل شوربه عشان اسقي بيها المحشي بتاعي، فعملت ايه، خدت الفرخه اديت لها تشويحه كده وزودتها، خدت منها الشوربه بتاعتها، وبعد كده ايه جبت الكيس الحراري الحلو القمر اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، حطيت فيه الفرخه بعد ما تبلتها حلو بالخلطه اللي انا عملتها لها دي، واقفل الكيس، وبعد كده اشكشكه كده بالسكينه مرتين او بخل او باي حاجه وادخله الفرن، وبعد كده اشيلها احطها تحت الشوايه بتاخد لون من ناحيتين وبتبقى تحفه جدا. جربوا والله، الكيس الحراري ده بصراحه بيسوي الحاجه في وقت قصير جدا وبيديها يعني سوا ما شاء الله اللهم بارك. هنا بقى الكوسه بتاعتي اعمل فيها زي ما عملت في البدنجان بالظبط، خلاص هي استوت. خلاص انا اديها الوش النهائي بقى، اقوم كاشفه الغطا واجيب معلقه كبيره قشطه كده او زبده على حسب، وبحطها على الوش كده، ودي اختيار يعني للي عنده، اللي ما عندوش عادي، او اللي مش عايز يعمل كده عادي، بس دي صراحه بتفرق جدا في الطعم، وكمان بتخليها يعني لونها وطعمها ما شاء الله اللهم بارك، حاجه كده لذيذه جدا وشكلها يشهي يعني. فزي ما عملت في البدنجان عملت في الكوسة كده، طلعت الكوسة ما شاء الله من الفرن يعني واخدة لون جميل جدا، انا مش منشفاها، يا دوبك واخدة لون وفي نفس الوقت مش ناشفة قوي، اللي عايز ينشفها قوي بينشفها، انا واخداها لون بس كده جميل، وفي نفس الوقت تكون مش ناشفة يعني وتكون حلوة، اللي ياكلها ما يبقاش متضايق منها. الفرخة بتاعتي ما شاء الله اللهم بارك طلعت تحفة جدا، دي واخدة لون كويس جدا من غير ما افتح الكيس، من غير ما اطلعها من الكيس، خدت اللون الجميل ده.
وهي في الكيس الحراري ما شاء الله اللهم بارك. ومحشي البدنجان استوى تحفة جدا. وغرفت بقى المحشي بتاع البدنجان وقلت اسيب بقى الصينيه بتاعه الكوسه اغرف منها واحنا قاعدين كده على الترابيزه. ف والشوربه بتاعتي جميله ولونها جميل ورايقه وحاجه كده اخر جمال. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. انا عايزاكم تدعوا لي بجد بالشفاء، يعني انا بمر بظروف مرضيه الفتره ديت ومحتاجاكم ان شاء الله تدعوا لي. ربنا يشفينا ويشفي كل مرضى المسلمين والمسلمات. لو تلاحظوا في فيديوهاتي الفتره ديت انا ما بعرفش اشتغل لا على بوتاجاز ولا اقف على فرن، لا ده انا بقعد على كرسي وقدام الترابيزه وبعمل فيها الوصفات كلها. فبحاول حد مثلا لو معايا حد يناولني ما كانش انا بتحرك بالراحه، بس انا رجلي فعلا تعبانه جدا ونفسي ربنا يشفي كل مريض. فادعوا لي دعوه كده بظهر الغيب، ربنا يشفيني ويشفي كل مريض ويتقبل منكم يا رب ومننا صالح الدعاء. انا بقى بوريكم الفرخه دي لو كانت كمان مستويه من الاول بقى، واخده التتبيله كده نيه ومستويه من الاول في الكيس الحراري ده، كانت هتفرق اكتر كمان وهتبقى حاجه كده مفيش بعد كده. هعملها ان شاء الله معاكم في فيديوهات تانية. هسوي كذا حاجة في الكيس الحراري قدامكم عشان اديكم الفكرة. الكيس ده والله كنت جايباه متهيألي ما كانش جايب 5 جنيه، يعني انا مش فاكرة كنت جايبة مش عارفة المجموعة كانت ب10 حاجة زي كده، بيبقى فيها 5 باين. يعني مش غالي قوي يعني، بيغنيكي عن انك تحطي مثلا الحاجة في الصينية وتغلفيها بفويل او كده يعني. وكمان بيضغط البخار جواها بتستوي في وقت قصير جدا. جربوها هتعجبكم. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. تجربة جميلة جدا التسوية في الكيس الحراري. اولا انا برضو يعني عشان ندي لكل واحد حقه، انا لو واخده وصفه من حد لازم هقول لكم هي بتاعت مين عشان ما يبقاش حرام عليا وانسب الفضل لاهله يعني. فبما ان كده الحمد لله انا اتعلمت كتير من امي، ربنا يبارك في عمرها يا رب ويديها الصحه، لان هي ما شاء الله عليها شاطره جدا جدا في الطبخ وبتعمل حاجات تحفه. وكمان ربنا كرمني ووعدني بحماتي كمان حاجه كده ما شاء الله اللهم بارك، شيف يعني ما شاء الله ممتازة بجد، بتعمل حاجات كويسة جدا جدا. الفرخة زي ما انتم شايفين واخدة لون من الجنبين حاجة ما فيش بعد كده حاجة روعة. اللي انا كنت ممكن اللي انا اقطع الفرخة واعمل لها الخلطة بتاعت البصلة بكل حاجة وادعكها بملح وفلفل واحشيها كلها من فوق وكده يعني، واحط تحت الجلد وكده وادخلها الفرن. بس يعني مش كتير بعمل الفرخة سليمة يعني. لكن الفكرة دي والطريقة دي دايما بتعتمدها حماتي، هي اللي بتعملها يا مامة زوجي يعني. ربنا يحسن ما بين ايديها، هي بتعملها كتير على طول. اكتر حاجة هي بتعمل كده، بتاخد الفرخة آه، تشوحها وتاخد منها الشوربة لو هتعمل محشي مثلا أو ملوخية وكده. وبعد كده بتعمل لها بقى الخلطة، بس بتبقى نية يعني البصلاية نية والطماطم والفلفل والحاجات دي، وبتخليها بقى جوه في الفرخة وتدعكها بيها. وبعد كده ايه تدخلها الفرن تاخد التسوية النهائية النص التاني من السوا وكمان الوش النهائي، وبتطلع والله ما شاء الله اللهم بارك جميلة. يعني بصراحة يعني الفكرة دي بتاعتها هي. فعشان انا بصراحة بحب الحاجة تطلع جميلة وكل يبقى مبسوط بيها، بحب اعمل الحاجة كويسة. وفي نفس الوقت مش عيب ان انا اقول ان انا واخدة ال- الفكرة دي من مامتي، من مامة زوجي، من اختي، من اي شيف موجود على اليوتيوب او في القنوات. مش عيب. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا ويتقبل منا يا رب. احنا بنقف في المطبخ طبعا بنبقى كل همنا ان احنا نطلع حاجة كويسة، وفي نفس الوقت يعني ربنا يأجرنا على وقفتنا ديت وان احنا بنعمل لهم حاجات تفرحهم يعني. بس والله يعني فكرة حلوة، الفرخة شكلها حلو كده ومقلوظ وجميلة، وهي طالعة من الفرن كده كلها على بعضها كده شكلها حلو. فممكن نعتمد الطريقة دي بعدين، بس أنا هعملها بعد كده إن شاء الله بقى معاكم من الأول يعني وهي لسه نية، أدخلها الكيس وأعمل لها تتبيلة برضو تحفة وهتبقى يعني فكرة تانية. لكن الفكرة دي أنا قلت لكم الفكرة دي أنا نقلتها عن حماتي، هي اللي بتعمل الخطوة دي
بس ما بتحطهاش في كيس حراري، بتدخلها بقى في صينيه وبتدخلها الفرن. ادعوا لنا بقى كده ان شاء الله دعوة حلوة، وما تنسوش تثبتوا الصلاة على النبي في التعليقات، وتثبتوا برضو دعوة، يعني نثبت الصلاة على النبي ده ان شاء الله يكون شافع علينا يوم القيامة، ونثبت تعليق بالدعاء لأهلنا في غزة وفلسطين والمستضعفين المسلمين في كل مكان، ان شاء الله ربنا يكون شاهد لنا يوم القيامة. واضغطوا بقى لايك، يا ريت تدعموني بلايك، واشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.